بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة أم ريما. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية رائعة، عشاء ولا غداء، سهلة التحضير وبنينة بزاف وخفيفة. هي البروكلو بطريقة جديدة. ما فيش يعني ريحة البروكلو، بدون لحوم، بدون يعني أجبان، ويجي بنين رائع. هاد الفكرة هذه مليحة بزاف، راحين يحبوها يعني عائلتكم ووليداتكم. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتعطوني آراءكم بإذن الله. أول حاجة البنات راح نبدأ بها هي أكيد البروكلو. نحيلو هذاك الريش ونقطعوه، نغسلوه ونقطعوه، يعني نقطعو هذوك الزهرات نحطوهم في كسكاس. كل وحده والطريقه تاعها كيفاه طيب البروكلو. انا نحب نفورو، كاين اللي تحب تغليه. هذا يعني يرجع كل وحده وكيفاه تخدم. نقطع البروكلو تاعي كامل وراح نضيف له المكون اللي راح ينحيلو الريحه يعني تاع البروكلو، كنت درته معكم في فيديو سابق. هو الباذنجان، يعني بما انه راس تاع البروكلو تاعي صغير ماهوش كبير بزاف، راح نضيف حبه فقط. والبنات لهنا يعني شوفوا القو او الذوق تاع الباذنجان ما راحش يبان، وما راحش يعني يعطي ذوق خاص البروكلي، لكن راح ينقص هذيك الريحه اللي ما يحبوهاش يعني تقريبا الناس كامل تاع البروكلو. نقشر الحبة الباذنجان ونقطعها مكعبات ونحطها نضيفها على البروكلو، نحطه يفور، نغطيه اكيد ونخليه حتى ينضج تماما ونحيه. الا هنا البنات راح ندير العقده تاع البروكلو كيما يعني العاديه اللي مالفين نديرو. نحط البيض، نحط شويه تاع الماء هكا باه نخففها شويه، ونزيد لها شويه زيت باه تجيني بنينه، شويه ملح، ونحط الفلفل الاسود، ونخلط المكونات مع بعض. كاين اللي يحبوا الذوق تاع الكمون في هذا الوصفه تاع البروكلو، يعني كل واحد وذوق تاعو. انا ما نحبش يعني الكمون مع البروكلو، نحبو كيما راهو بالملح والفلفل الاسود فقط نحطو. لهنا البنات شوفوا راح نضيف هذه الطماطم، هذه حبه الطماطم تكون مرحيه مليح، لانه حتزيد له يعني هذه الطماطم هذه تزيد له واحد البنه ولا اروع. المعدنوس مقطع رقيق كما راكم تشوفوا، حطيت تقريبا ربطه كامله تاع معدنوس. شوفوا المعدنوس ثاني كتروا ما تخافوش، يجي البروكلو تاعكم بنين بزاف. نزيدو نضيفو ملعقه صغيره من طماطم مصبره او معجون الطماطم، يعني اختياريه، اللي يحب يزيد، اللي تحب يعني ما تزيدش كيما تحبوا. كل وحده والذوق تاعها، كل وحده وكيفاه تخدم تاني. الا هنا حنبدا عفوا نبدا نضيف الفرينه. الفرينه راح نضيف يعني على مراحل كما راكم تلاحظوا. ما نحطوش مره واحده باه نشوفوا يعني القوام تاع العقده تاعنا، باه ما يجيناش ثقيل بزاف. وحتى ولو جاكم ثقيل البنات تقدروا تخفوه بشويه ماء او زيدوا له يعني بيضه كيما تحبوا. لا انا باه نشوفوا العقده تاعنا بلي راهي مليحه، نهز يعني قطعه من البروكلو ونغمسها في هذيك العقده. اذا يعني ما سحتش منها بزاف راهي مليحه، اذا هزت بزاف راهي عاقده بزاف، نقدروا نزيدوا لها شويه ماء. اذا جاتنا خفيفه اكيد نزيدوا لها شويه تاع فرينه. لهنا نهرس البروكلو والباذنجان مع هذيك العقده اللي يعني من الاحسن انكم تهرسوه مليح هكا باه تجيكم سهل كي نبداو نقليو فيه. نجيب بوشادوي ولا كيس حلواني نحطو فيه في طاس، ونعمرو او نعمر هذاك الكيس نعم بهذيك الخلطه تاع البروكلو، هذيك العقده البنينه. يعني ريحه المعدنوس هي اللي باينه بزاف، تجي ولا اروع. الزيت حطيته يسخن اكيد، يكون زيت يعني ماشي بزاف، متوسط. النار تكون قاويه، كي يسخن لي الزيت مليح نقصلو، ندير يعني نار متوسطه باه نقليو البروكلو على يعني على نار تكون متوسطه على مهلو، باه ما يجيش يعني محروق من برا وخضر من داخل. نشكل دوائر كما راكم تلاحظوا. لهنا البنات شوفوا الملاحظه فقط، كي ما تهرسوش يعني المكونات تاعكم مليح راح يجيو يعني قطع كبار وراح يديروا لكم اشكال يعني ماشي مدوره مليح. بعد ما حطيت البروكلو تاعي كامل كما راكم تلاحظوا، نخليه حتى يتماسك مليح ويبدا يحمر من تحت، نقلبه. وهذه هي يعني الطريقه اللي جبتها لكم
اليوم. ملاحظة فقط البنات، خاصة البنات الصغار يعني اللي هذا وين بداو يخدموا، ديما نأكد عليهم وديما نتوجه ليهم. إذا شفتوا باللي هذا البروكلو كي تحطوه في النار، عفوا في الزيت، يتفتف، من الأحسن تزيدوا له شوية تاع فرينة وتقليوه بالطريقة هذه. وها هو البروكلو تاعي، يعني شوفوا كيفاه بعد ما قليته، يجي بنين بزاف وخفيف، واكيد اكيد راح يحبوه كبار وصغار. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه يا البنات. ماذا بيا ما تنساوش اعجاب بالفيديو اذا اعجبتكم الوصفه، واشتراك في القناه اللي مازالوا ما اشتركوش، وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، ترقبوني في فيديو اخر، والسلام عليكم.